جماعه احنا كنا عندنا مبدا حرب القرآن عليا كان سلطه طعم انا من سالة. اعتذر كروان مشاكل لجهاد زوجة عصام صاصا بعد ما يقوم بنشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على التيك توك، وهو بيوجه اللوم لجهاد زوجة عصام صاصا وبيقول لها ازاي بتروحي افراح وترقصي وجوزك محبوس بين 4 حيطان. وده اللي سبب انفعال جهاد زوجة عصام صاصا، وقامت بنشر مقطع فيديو على حسابها بترد من خلاله على كروان مشاكل قائلة: انا كنت بستغرب الناس اللي بتعمل فيك محاضر وبقول عيل عبيط، وانا مش هعمل فيك محضر لانك ما تستاهلش ان انت تتسجن، السجن للرجاله، لكن انت حركاتك وكلامك كلها تصرفات ستات. انا بنزل عشان اشتغل، مش بقعد كل اللي اعمله ان انا افتح لايف مستني حد يبعت لي هديه او يبعت لي فلوس. انا بنزل اشتغل عشان اكفي عصام والزيارات اللي بوديها له. كمان انتوا متعرفوش الديه اتدفعت ازاي ولا فلوس المحاميين بتدفع ازاي. كمان ابن رحيم ليه متطلباته اللي المفروض ان انا اكفيها له زي ما والده كان بيكفي لنا مصاريفنا. ده شغلي وانا بنزل عشان اشوف شغلي. انا رحت الفرح فعلا، وده فرح واحد مقرب لينا انا وعصام، وكنت رايحه عشان اعمل ميك اب للعروسه. وبعد ما خلصت انا نزلت صورها وصور العريس على حسابي، لكن انا ما حضرتش الفرح، وانا فهمتهم كده وهم تفهموا ان انا مش هعرف ادخل الفرح غير من غير عصام معايا. وانا سبق وقلت الكلام دوت ان انا هبتدي ان انتوا هتشوفوني الفتره الجايه بنزل وبشوف شغلي وبنزل شغل على السوشيال ميديا، لان دوت شغل اللي انا بقبض منه. ولو جبت سيرتي تاني انا مش هسكت لك. ثم أنكر راؤول مشاكل بنشر مقطع فيديو على حسابه وهو بيعتذر لجهاد زوجة عصام صاصة، وبيقول إن الصلح بالفعل تم بحضور أم ساجدة، وإنه ما كانش يقصد أي حاجة، وإنه كان فاهم الموضوع غلط، وإنه اتكلم من حزنه على عصام صاصة اللي محبوس، وإن الموضوع كان مجرد سوء تفاهم واتحل، وإن جهاد قبلت اعتذاره، وإن الموضوع كان عبارة عن سوء تفاهم واتحل بينهم، وإن المشكلة اتحلت ومفيش أي مشاكل بينه وبين جهاد زوجة عصام صاصة.